بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من رحمة الله بعباده أن جعل للطاعات أياما ومواسم معلومات، ومن هذه المواسم 10 ذي الحجة، فيستحب فيها الإكثار من الطاعات والنوافل كالحج والعمرة والصيام والمحافظة على الصلاة والصدقة وكثرة التكبير والتحميد والتهليل وقراءة القرآن وتعلمه وغيرها من أعمال الخير. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام 10. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ومن أهم هذه الأيام يوم عرفة. ومن فضل هذا اليوم على سائر الأيام أنه اليوم الذي أخذ الله فيه الميثاق على بني آدم، واليوم الذي أكمل الله فيه الدين وأتم فيه النعمة على النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، وهو يوم مغفرة الذنوب والعتق من النيران، وهو يوم عيد لأهل الموقف بعرفة. شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيامه لغير الحاج، فقال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. راديو سلام، سلام ووئام.